إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة. قال جلال الدين الرومي واصفا ومبينا ما يفعله الحب في النفس الإنسانية من سمو وكمال: إن الحب يحول المر حلوا، والتراب تبرا، والكدر صفاء، والألم شفاء، والسجن روضة، والسقم نعمة، والقهر رحمة، وهو الذي يلين الحديد ويذيب الحجر. إن الحب هو الجناح الذي يطير به الإنسان المادي في الأجواء ليصل من الثرى إلى الثريا. وإذا سرى هذا الحب في الجبال الراسيات ترنمت طربا. يقول الله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يسعد صباحكم بكل الخير والبركة والسعادة وراحة البال، وربنا يجعل ايامكم يا رب كلها فرح وسعادة وهنا. صلوا على النبي وقولوا ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلوة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتملأ منها الآفاق، وعلى آله وصحبه وسلم صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم الطلاق، واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق. أول حاجة كده حبايبي زي ما انتم شايفين كده، يا عزيز يا خلاق. اول حاجه كده حبايبي زي ما انتم شايفين هنعمل ان شاء الله احلى كيكه الشاي اليوميه بقى كده بالمقادير المظبوطه. تابعوني وان شاء الله هتعجبكم. وزي ما انتم شايفين كده حبايبي اهوت جبنا بقى بالصلاه على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. جبت بقى كده هنا رومي ابيض ورومي بلدي وكمان فراخ بلدي، جبناهم بقى كده مع بعض. يعني حبايبي كده لما تيجي تربي حاجه هاتي حاجه تستاهل طلوعك ونزولك، سواء بقى حسب المكان اللي انت يعني حتى حاجة تستاهل تعبك. مش تجيبي حاجة بسيطة ودانك طالعة ونازلة عشان حاجة بسيطة، لا بالمرة هاتي بقى حاجة تحتاج يعني مجهود وتحتاج يعني تعبك مرة واحدة. جبت هنا حبيبي بقى الكتكوت البلدي دوت سعره 7 جنيه ونص. طبعا هتلاقي أماكن تانية أقل من كده، أماكن تانية أغلى من كده، فكل واحد وطبعا يعني حسب ما بترتاحي للشخص اللي انت بتجيبي منه. فطبعا ده شخص كده جوزي بيجيب منه موثوق، يعني واثقين فيه والحمد لله، فبنجيب منه بقى الحاجات دي. فالكتكوت الابيض الكتكوت البلدي ب7 جنيه ونص. اما بقى الرومي البلدي اللي هو الرومي الاسمر ب120. الرومي بقى الابيض بسم الله ما شاء الله ب220. ده كده حبيبي بدل الفراخ البيضه. يعني لو ما هتجيبي بقى فراخ بيضه هاتي كام فرخ كده او كام كتكوت، اللهم صل على النبي، من اللي هو الرومي الابيض. وده طبعا ان شاء الله هيعوضك عن الفراخ البيضه، لان طبعا مش كل حاجه وكل تربيه نقول فراخ بيضه، لا هاتي بقى الرومي دوت بسم الله ما شاء الله بيطلع باذن الله، بيبقى لحمه كتير وتستخدميه بقى في جميع الوصفات اللي انت عايزاها. غير كمان بيبقى لحمه مغذي كمان عن الفراخ البيضه. وزي ما انتم شايفين حبيبي حطيت تحت الكتاكيت البلدي تبن بس، اما تحت الرومي الابيض ما حطيتش تبن خالص، اكتفيت بالجير بس، لان طبعا التبن هو اللي بيعمل ورم في عين الديوك الرومي. بعد كده بتلاقي بقى الديك كده في ورم في عينه، ده بيبقى من التبن او الحاجات اللي بتبقى تحتيه. بما ان الجو حر اكتفيت بس بالجير معقم تحت الرومي بس. يلا بقى عشان نطلع على السطوح ونعمل احلى صينيه كيك بالمقادير المظبوطه. في الجو الحر بقى كده مش بيجيلنا نفس الاكل الصبح، يبقى تعملي كوبايه شاي وتاخدي قطعه كيك. ده كده الكيك الشاي اليوميه العاديه. اول حاجه هنا معايا كيلو دقيق نخلته زي ما انتم شايفين كده، وبحط عليه رشه ملح بسيطه خالص. ده كده على كيلو الدقيق. بعد كده بحط على كيلو الدقيق 3 اكياس من الكيك شيف. لو مش متوفر كيك شيف بتحط بيكنج باودر، بس الافضل بيبقى الكيك شيف عشان طبعا هو خاص بالكيك. طبعا الجو بقى هوا كده وزي ما انتم شايفين، وطبعا ابني هنا كان بيلعب بالطياره على السطح، فكنت كل شويه بقى ابص عليه.
وبعد كده حابب احط هنا ظرفين فانيليا، يعني المكونات الجافه كده كلها مع بعض. اول حاجه الدقيق بعد ما نخلته تنخليه مره واتنين، عشان طبعا يبقى كده الكيك بتاعتك خفيفه كده وتكون هشه. وحطيت عليهم رشه الملح والكيك شيف وادي الفانيليا. ده كده المكونات الجافه، هقلبها واسيبها بقى اركنها على جنب اما نحضر بقيه المكونات. بجيب بقى هنا ايه، هنحتاج لكيلو الدقيق 3 كوبايات من السكر، كوبايه ونص سمنه، و3 كوبايات حليب. وطبعا وانت بتعجني لو لقيتي برضو لسه محتاج حليب تاني، يعني من 3 كوبايات ل3 كوبايات ونص. وادي هنا يا حبيبي معايا 7 بيضات. هنعملها ازاي من غير يعني مضرب كهربي ولا خلاط، بايدينا كده ان شاء الله، وهتطلع احلى كيك زي ما شفتوا كده في اول الفيديو. 7 بيضات، طبعا يكون البيض بره التلاجة، ما يكونش في التلاجة. بما اني جايبه البيض طازه فكنت بعمله بقى على طول كده في الحاجه اللي انا هعمل فيها. لكن انت بقى لو شاكه في البيض بتاعك يبقى تعملي بيضه بيضه، يكون في حاجه يعني طبق صغير كده، عشان لو في بيضه مش مظبوطه تركنيها على جنب، تستغني عنها مش تبوظ لك البيض كله. بكسر اول حاجه كده حبايبي البيض اهوت. وبعد كده هحط عليه كوبايه ونص من السمنه، ده سمنه على زيت. عايزه بقى زيت بس ماشي، سمنه ماشي، الجو حر يعني مفيش اي مشكله خالص لما تحط سمنه بس. لكن انا حطيت خليط من السمنه على الزيت كوبايه ونص. نضرب بقى بايدينا كده، وبعد كده هقلبهم بس كده مع بعض تقليبه، وبعد كده هحط السكر علشان نضرب بقى دنك بقى كده، تربي فيه لحد ما يبقاش فيه اي اثر خالص للسكر. كده خلاص حبيبي، بعد ما قلبت السكر تمام ما عادش فيه اي اثر خالص للسكر. هنا بنحط بقى هنا ايه، الحليب، 3 كوبايات من الحليب. زي ما قلت لك من 3 كوبايات ل3 كوبايات ونص حسب بقى، لان طبعا هحتاج هنا 3 كوبايات ونص. بعد ما احط بقى الدقيق كده هلاقيه تقيل شويه، قوام الكيك ما يكونش تقيل قوي ولا خفيف قوي، فهلاقي محتاجه ان انا ازود شويه حليب تاني وانت شغاله كده. نقلب بقى السكر مع البيض مع السمنه مع الحليب، ده كده المكونات السله مع بعض. روق بقى كده المكان حواليا اهو حبايبي. ده طلعت بقى اعمل فوق على السطح كده عشان تغيير جو بقى في الهواء الجميل ده. وبرضه هنا ما تنسوش معلقه الخل، عشان دي بتخلي بقى الكيك بتاعتك كده بتشيل اي زفاره، وكمان بتخلي برضه الكيك بتكون بيضه كده وتكون حلو. طبعا كل ما تحط المكون تقلبيه تقليبه حلوه كده عشان كل المكونات كلها تتمازج مع بعض. تعالوا بقى كده حابب نحط بقى هنا كيلو الدقيق مع المكونات الجافه اللي احنا حطيناها في الاول. نقلب بقى كل المكونات كلها مع بعض. وطبعا قوام الكيك ما بيكونش تقيل قوي، لا يكون خفيف قوي. فانا هنا لقيته تقيل شويه فحطيت حوالي نص كوبايه حليب كمان. ترفعها بقى كده بالمضرب كده وتلاقي القوام بتاعه، لا لو لقيتيه مظبوط يبقى خلاص، لقيتيه لسه كده تقيل يبقى تحط كمان شويه حليب. وطبعا مش تحط الحليب مره واحده، شويه بشويه. ولو لقيتي قوامه خفيف معاكي زودي معلقتين دي، يعني طبعا كل حاجه في ايدك وكل حاجه تظبطيها. هنا بقيت احط يعني شويه حليب شويه بشويه زي ما انتم شايفين كده، لحد ما لقيت القوام بتاعه خلاص بقى مظبوط، ما يكونش تقيل ولا يكون خفيف، يبقى كده خلاص. طبعا بتضربي في اتجاه واحد بس، عشان طبعا ما ينفعش ان انت كده بتدخلي الهواء جوه الكيك. ما ينفعش بقى ان انت بعد كده تعكسي ايدك، لا يبقى كده انت بتخرجي الهواء تاني. تضربي كده كل المكونات في اتجاه واحد. طبعا نار الكيك ما بتكونش عاليه قوي، ولا تكون يعني هاديه قوي عشان تنشف منك، ولا تكون عاليه قوي اول ما تدخليها تتحرق منك. لا، بتكون النار اقل من الوسط شويه. كده خلاص قوامها المظبوط اهو حبيبي. هنجيب بقى الصواني بتاعتنا وندهنها معلقه من زيت على سمنه، برضو فرشه زيت على سمنه كده عشان تبقى مظبوطه معاك.
جبت بقى الصواني يا حبايبي، لازم تدهنيها كده شويه زيت على سمنه برضو. تصب بقى الكيك اهوت، ممكن تحطيها في صينيه واحده، تحطها في صينيتين، حسب بقى ما انت بتحبي حجم الكيك يكون مرتفع قوي، تكون سمكها مش تخين قوي، فطبعا ده كله يرجع لك انت. ده مقاس صينيتين وسط اهمت، بتضغطي بقى كده عشان تطلعي بقى منها الهواء خلاص اللي دخل فيها. طبعا بنولع بس من تحت، لو تعملي بقى في الفرن العادي خالص بنولع من تحت بس، ولو احتاجت الشوايه اخر حاجه خالص بنولع الشوايه. طبعا هنا حبيبي ما ولعتش الشوايه خالص، انا سبتها يعني خدت معايا هنا يعني حوالي كده اقل من ساعه الا ربع، الفرن تكون النار تكون اقل من الوسط شويه، وخدت بقى لون من تحت كده ومن فوق زي ما انتم شايفين كده. مش تسيبيها في الفرن على نار هاديه كتير عشان ما تنشفش منك ويبقى لونها غامق وتنشف منك. طبعا الكيك لا غنى عنها يوميا بقى كده مع كوبايه الشاي، كوبايه الحليب الصبح تفطري كده وانت واولادك، عشان طبعا حبيبي زي ما قلت لك الجو حر، مش بيجي لنا نفس نفطر خالص غير بعد الظهر بظهر كمان. طبعا واحلى حاجه الكيك كمان لما تبرد بقى كده، سواء تاني يوم بتبقى احسن من اول يوم كمان. يلا بقى كده نشيل قطع الكيك ونشوف سمكها عامل ازاي ونشوف لونها برضو من جوه. وطبعا زي ما قلت لك اهو حبايبي لون جميل وشكل جميل وخفيفه وجميله. مش عايزه اقول لكم اتبعوا بس كده بالمقادير المظبوطه. وده كيلو دقيق عامل لي صينيتين بسم الله ما شاء الله. وده كان فيديو معاكم النهارده حبايبي، يا رب يكون عجبكم ونال رضاكم. وهنعمل بقى شويه شاي كده وكوبايه حليب في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.